يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم صبايا، شلونكن؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. رجعت لكم بفيديو جديد ويوم جديد، وقبل ما نبلش الفيديو خلونا نكتب الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رجعت لكم بفيديو جديد، وان شاء الله فيديو راح تحبوه كتير وعلى طلب الصبايا. وقبل ما نبلش بالفيديو بتمنى من كل صبية ما مشتركة عندي بالقناة تشترك وتفعل زر الجرس، شي يصلكم كل جديد انا بنزله. ولا تنسوا تحطولي لايك على الفيديو، وما تنسوني كمان من تعليقاتكم الحلوة. الله يجبر بخاطركم جميعا يا رب. ومية اهلا وسهلا بكل صبية انضمت معي من جديد، وبكل الصبايا المشتركين عندي بالقناة من زمان. خليلي قلبكم جميعا والله يجبر بخاطركم يا رب. نورتوني، مية اهلا وسهلا فيكم. وفيديو اليوم ان شاء الله رح هيك اشارككم فيديو كتير حلو ورح تستفيدوا منه ان شاء الله. هو طريقة تفريز القطايف لرمضان ان شاء الله. والله هون مثل ما انكم شايفين، اول شي فوقنا الصبح كان كتير برد يا صبايا ومطر. ايه والله يعني رجع اجانا منخفض، بس مو تلج، مطر وهوا وبرد هيك، يعني مثل بتحسوا انه عواصف. يعني عم بقول ان شاء الله انه الاسبوع الجاي بكون الجو انه للافضل، فبنقول ان شاء الله. وهلا هون مثل ما انكم شايفين يا صبايا، اول شي شربنا فنجان القهوة. شفتوا عملت قهوة مصرية كمان، يعني ما كان عنا بن، وكان لازمنا خبز، وكان لازمنا كم غرض هيك للبيت. فايه والله قالت امي انه بدنا نطلع نجيب كم غرض. وهذا الفيديو شوفوا مصور يوم الجمعة، بس انا منتجته يوم السبت. ان شاء الله رح ينزل الاحد، انا عم بسجل لكم اياه يعني السبت بالليل، ورح ينزل يوم الاحد. فايه والله طلعنا هيك، طلع يعني اليوم جمعة، وبكون يعني اغلب السوق 3/4 المحلات مسكرة، قليل يعني اللي تلاقوا عالم تفتح يوم الجمعة هون. فبتعرفوا هون يوم العطلة يوم الجمعة. ايه والله طلع المحلين يعني الوحيدين اللي ما بسكروا عطول هن مكتبة الأمل ومجمع المدينة. فايه والله هالمرة أول مرة جينا هيك ناخد أغراض اللازمينا من مكتبة الأمل. وما شاء الله مثل ما انكم شايفين يا صبايا، كانوا يعني منزلين بضاعة مشان رمضان، قسم الغذائية بالنسبة انه لشغلات رمضان، تمر ما تمر، الأغراض يعني اللي بيحتاجها البيت لرمضان. ما شاء الله كانوا منزلين بكميات كتير كبيرة، وكان كتير المحل صاير ضيق. قدرت هيك اصور لكم كام لقطة والله، وشاركتكم شوي من الأجواء. وهلأ هوني قالولنا يعني نحن وهنيك قلتلكن عم نزلوا كانوا البضاعة أول ما وصلنا، فنحن عم نتفتل تحت، وصلت البضاعة لفوق وبلشوا يفتحوا. هلأ شوفوا مصورتلكن يعني أغلب الشغلات ما هي مفتوحات بكراتينن. ايه والله. بس يعني هون طلعت اخذلكم هيك يعني لقطة بسيطة، عرفتوا يا صبايا. وعن جد يعني ما شاء الله كانوا منزلين تشكيلة كبيرة. اللهم بلغنا رمضان ونحن وانتو بأحسن حال، ولا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين يا رب العالمين. بلشنا نحس ان شاء الله هيك بالاجواء الحلوة. نحن بتعرفوا هالسنة الرمضان هون بسوريا بعد 10 سنين غياب يعني ان شاء الله. فان شاء الله يا رب هيك يكون شهر خير علينا وعليكم وعلى أمة محمد يا رب العالمين. وهلا هون عم بورجيكم هذا الفانوس، شفتوه يا صبايا كتير حلو عجبني. كان سعره تقريبا ماني متأكدة على السوا ل 16 ل 17 دولار، فكان كتير حلو بصراحة. والفوانيس المعلقة عليه
بتشتغل. وهون كمان طلعنا على قسم المنزلية، قسم البلور وهالشغلات. كمان ما شاء الله كانوا منزلين تشكيلة كبيرة يعني من أغراض المطبخ وهالشغلات، يعني ما شاء الله كانوا منزلين كل شي، ومثل ما لكم شايفين كل شي بكميات كبيرة. فيعني في أجواء يا صبايا أكتر من تركيا بصراحة. يعني بتلاقوا لسه هلأ رمضان تقريبا بده شي 17-18 يوم، ومبلشة الأجواء من هلأ بالسواق عم ياخدوا مونة. يعني في حركة هون أكتر من أيام تركيا. أيام تركيا أيمت كانت تصير الحركة يا صبايا، كانت تصير الحركة قبل رمضان لا بيوم لا بيومين. هاي وقت إنه بمنطقة السوريين بصير الحركة، وقت السوريين مثلا بنزلوا بده ياخدوا أغراض لبيتهم وهيك، فبهداك الوقت يعني بصير إنه حركة بالسوق وشوية أجواء. بس الحمد لله هون يعني الأجواء كتير حلوة الحمد لله رب العالمين. وهلأ هون أنا هذا الطابق تقريبا كل ما بجي على مكتبة الأمل بصور لكم فيه. عن جد يا صبايا كل ما بجي بكونوا منزلين تشكيلة بضاعة جديدة، يعني في كتير تغييرات إن كان بمول المدينة وإن كان هون يعني مكتبة الأمل. شوفوا هدول طقم المباهر مع المزيتات كتير عجبني وكتير حلو. بس شغلة وحيدة هلأ رجعت تذكرتها إنه نسيت أشوف شقد سعره. والله ما شفت شقد سعره. وشوفوا كمان أخدتلكوا اللقطة لهون على الصحون هدول البيض، وحدهم ذهبي كمان كتير حلوات وكتير عجبوني. إلى الكبة النية قلتلها هدول اللي هيك على شكل اليبرق كتير بيطلعوا حلوات، قلتلها لأمي. والله هون رجعنا عبورجيكم يعني الجبنة. هون أول شي أخدنا زعتر، أكيد عرفتوا عادتنا ما بنجيب زعتر غير هذا المطربين عمو حمزة اسمه. وأخدنا هذا الرز لأول مرة رح نجربه، هو رز الهندي. قولولي يا صبايا في حدا منكم مجربه اكتبولي بالتعليقات. وأخدنا شعرية، وأخدنا كان لازمنا فروج وهيك فخاد وصدورة يعني. وقلتلكن يعني كان إلنا روح على الفرن كمان مشان نجيب الخبز. هلأ شوفوا يا صبايا نحن خبزنا بنجيبه عن الأسبوع، ليش؟ لأنه من غير شهر ما في حدا إنه يضل رايح جاي يجيبلنا. بنجيبه بنحطه بالفريزة يعني، ومثلا كل يوم بنطالعلنا ربطة ربطتين شقد بدنا مثلا بنطالع. والله يعني بضل تازة والحمد لله. هون يعني في فرنين بعزاز كتير كتير خبزهم بكون طيب. هذا الفرن اللي جبنا منه اليوم خبزه كتير طيب. وكمان في فرن تاني بنجيب منه. كمان كان في فرن بس سكر، كان في فرن كتير خبزه طيب أول ما جينا بس سكر. وهيك عبرجيكم فتحناهم مشان يبردوا ونحطهم بالفريزر. وهلأ هون يا صبايا بالنسبة اليوم شفتوا أكيد بالعنوان إيش كاتبتلكن إنه نعمل يعني القطايف. هنا القطايف برمضان كتير كتير بكونوا طيبات وكتير بكونوا مطلوبات. فشوفوا سبحان الله نحن قبل رمضان اشتهينا عليهم كتير. قلتلها لأمي إنه بتذكر مرة في صبية طلبت مني إنه نعمل لها طريقة القطايف، وأنا ما شاركت الطريقة يعني بصراحة لأنه ما بنعملهم كتير. فهاي الطريقة هي طريقة التفريز يا صبايا، بس نحن كنا نعملهم بس ما نفرزهم، عرفتوا نعملهم ونقليهم بنفس اليوم. بس انتو بتفرزوهم يعني بتقدروا تحطوهم بأكياس وتحطوهم بالفريزر يكونوا جمدانات تطالعوهم تقلوهم ما تستنوا ليحلوا، عرفتوا. هلا هون بالنسبة للمكونات يا صبايا مثل ما لكم شايفين كنت حاطة كل شي قدامكم. أول شي ضفنا 4 كاسات طحين. كل المقادير أهم شي يكونوا بنفس الكاسة يا صبايا. بعدين كاسة سمين، وبعدين ربع الكاسة يعني تقريبا شي 4 معالق نشا، وبنفس الشي 4 معالق بنفس المعلقة سكر ورشة ملح. وكمان بنضيف ظرف خميرة مثل ما انكم شايفين بنضيفه كله كامل. بما انه نحن عم نعمل كمية دبل، عرفتوا يا صبايا ما شاء الله يعني عم نعمل كمية كبيرة. وكمان ضفنا كمان ظرف فانيليا، وكمان ضفنا ظرف بيكنج باودر. هاي يعني للحلويات للكيك لهدول الحلويات، عرفتوا. كمان كتير يعني هاي بتعطيهم هيك يعني نفشة، وهيك بتحسوا انه بتخليهم يفتحوا. والله شوفوا يعني انا ايش قصدي. ففي بعض ايام انه انا بحاول اوصف لكم بس ما بعرف اوصف لكم مثل العادة، عرفتوا يا صبايا. بس يعني هي تقريبا خميرة الكيك، لانه الكيك ما بنحط له من هي الخميرة تبعية الخبز. لهيك بتنحط لهدول الحلويات.
فهلأ شوفوا ما شاء الله يعني العجينة طلعت عنا كتير كويسة. وبالنسبة لل4 كاسات طحين ضفنا لهم حوالي 6 كاسات ونص مي. عرفتوا يا صبايا؟ هدول هن المقادير كاملات، وراح اكتب لكم اياهم ان شاء الله بصندوق الوصف. وهلأ هون متل ما لكم شايفين بعدين بنضربها هيك بالبلندر بالخلاط، بصير كمان ايش بدكن يعني خلاط او هذا المكسر البلندر بصير يعني فيه، وكمان بالخلاط انه اسهل لكم، بس اكيد ما رح تقدروا تعملوا كل الكمية هي بالخلاط، بدها تكون الكمية اقل. ومثل ما لكم شايفين بضل عم نخلطه لنتأكد ما ضل فيه كباتيل ابدا. وبعدين هون نعمل القطر ونحطه على جنب. هون اول شي ضفنا يعني 3 كاسات سكر، وبعدين ضفنا لهم كاسة ونص مي. وبالنسبة للقطر كلهم بيعملوا شكل يا صبايا، بس نحن كنا ننسمكه. عرفتوا؟ هلا في ناس انا شفت عن جد يعني بحطوا 3 كاسات سكر كاستين مي، هو بصير امرق. لا نحن بدنا اياه انه يكون شوي سميك القطر. عرفتوا يا صبايا؟ فاي والله. وحركته امي هيك شوي على البارد، وبعدين حطيناه على الغاز حركته وداب السكر وغلا وسمك وصار كتير كويس يعني عن جد صار بشهي. وهلأ هون بالنسبة لحشوة القطايف رح تكون قريشة يا صبايا. هاي القريشة بتكون وش الحليب او هيك شي يعني، فهيك بقشوه عن الحليب وبعدين انه بحشوها للحلويات للهيك شغلات. هلا نحن هون ما شاء الله كنا عاملين كمية كبيرة يعني تقريبا شي يعني عجينة بدكم تقولوا شي 3 كيليات ونص اكتر والله ما بعرف، بس يعني هيك بالاخير طلعوا تقريبا شي 90 قطعة. ايه ما شاء الله يعني عملنا كمية كبيرة قلتلكن يعني إلنا ولبيت عمتي، وكمان امي يعني دوقت بيت خالي. ايه والله. هلا هون القريشة شفتوا بعد ما حطيتها حطيت لها سكر وحركتها وحطيتها على جنب. وهلا هون مثل ما انكم شايفين يا صبايا جليت الجليات. الواحد ايش ما عمل بيطلع له جلي مرة ومرتين وثلاثة، وطول ما واقف بالمطبخ بضل عم بجلي وبضل عم بشتغل. الحمد لله رب العالمين. فايه والله يعني كان في هيك شوية جليات قلت لها لأمي انه احسن ما يصيروا اكتر انه اوقف اجليهم. وهون بلشنا بصب القطايف بعد ما ريحنا العجينة تقريبا شي 10 دقايق لربع ساعة، وبعدين بنبلش نشتغل فيها. ما بصير فورا تخلطوها وتشتغلوا فيها يا صبايا. اول شي بنريحها قلتلكم من 10 دقايق لربع ساعة. وبصراحة انا اكتشفت انه العجينة كل ما ارتاحت اكتر بتساعدكم بالشغل اكتر. وهون مثل ما لكم شايفين كنا عم نصبن. بالنسبة لصب القطايف بدهم طواية تيفال اصلية. هلا شوفوا هاي اللي انا عم بشتغل فيها هون الطوايل من قدام هن اياها تيفال اصلية، والتانية تيفال بس بصراحة لصب القطايف ما بتزبط معنا يعني اغلب الوقت.
هلا هون عبورجيكم ما شاء الله، يعني كانت العجينة ممتازة، وعن جد مثل ما انكم شايفين هيك عبصيروا بشهوا، وهن عن جد طلعت طعمتهم كتير طيبة. وهلا انتو شوفوا شكله للأخير كمان صار بشهي وكتير كتير طيبات يعني. وبصراحة يعني اقترحت على أمي، قلتلها إنه خلينا هيك نفرزلنا شوية قطايف إنه قبل رمضان الواحد، إنه بكرة بعد الإفطار يعني إذا جانا حدا أو شي إنه بنقدر إنه مثلا نعمل قهوة نقليلنا شوية قطايف هيك. فطيبات يعني أنا بصراحة مالي من الناس اللي بحبهم إنه إذا بدي آكل باكلي وحدة مو أكتر أبدا يعني. سبحان الله، مع إنه كتير بحب شغلهم وبحب إنه وقت الحشي أحشيهم أكتر شي، فلقيت هيك إنه شغلهم أطيب من أكلهم بصراحة. يعني أنا أكلهم ما كتير بحبه، بس عبقلكم بحب إنه أشتغل فيهم. وهلا هون ما شاء الله يعني كنا عم نشتغل أنا وأمي، يعني ما عم نطول فيهم يعني بأي شغلة بتعرفوا بساعد أمي. ما طولنا فيهم كتير يعني تقريبا شي ساعة وشوي، بس ما شاء الله شفتوا عملنا يعني كمية كتير كبيرة ما شاء الله. يعني هي يعني بصراحة كمية تفريز عرفتوا يا صبايا، بس نحن قلتلكن ما رح نفرزن نقليها. وهلا هون عبورجيكن يا صبايا صاروا بشهوا عن جد، بسم الله ما شاء الله. يعني بلشت هون يعني نصصت بالعجينة، فقالت لي أمي إنه وحدة تضل عم تخبز ووحدة توقف تحشي، فقلتلها ايه ماشي. وشفتوا هذا الحشوة قريشة قلتلكن، وحطيتلها بس شوية سكر يعني ما بينت الحلاوة فيها مثل العادة. وهون بلشت أحشيها بقلب القطايف. هلا نحن أيام نطبخ هي اللي أي حدا بطبخها بالبيت ع إيده، يعني اللي حليب وطحين وسميد. كمان أنا كتير بحب حشوة بقلب القطايف، ويعني في ناس بحطوها بقلب الكنافة كمان كتير طيبة بحبها. يعني نحن وقت نطبخها بتنجح معنا بتصير كتير طيبة. فهالمرة قالوا إنه لأ مشتهين هيك إنه نعملن على أصولن، ومثل أيام قبل يعني يحشوهن لا لبة لا قريشة لا هيك شي إنه بصيروا أطيب. فايه والله أنا من الناس اللي ما بحب هدول الشغلات كتير، مثل الحليب اللبة القريشة هالشغلات. يعني نحن ما بنحبهم كتير، يعني نحن عيلتنا يعني لا نحن ولا أمي عرفتوا منا من محبين هالأكلات. فسبحان الله في عالم كتير يعني بحبوهم، بس إنه نحن خلاص يعني هيك متعودين. ايه يعني هلا أمي بتحبهم شوي هدول الشغلات مثل اللبة القريشة الهيك. ايه أنا ما بحبها يعني اللبة ما باكله أبدا بصراحة، ما بعرف ليش ما بحبه، بس القريشة يمكن إنه أكله شوي. فهي بتجي دسمة كتير، يعني إذا بدكم تقولولي إنه ليه ما بتاكلوها، لأنه بتجي دسمة كتير يعني، وبتجي هيك شوي تقيلة. وهنا بالأصح يعني القطايف أكلة حلو تقيلة على المعدة يعني بتكون. فايه والله هلا هون عبورجيكم يعني ما شاء الله بنصصت بنص الحشوة. وانا هيك هلا عم بتسلى معكم، كمان كنا عم نتحاكى انا وامي بالمطبخ، بس ما بعرفلكن الصوت. بتعرفوا كلكن انه امي ما بتطالع صوتها على القناة. من فترة قلتلها انه لازم على رمضان انه تسلمي على المتابعين، فقالت لي ان شاء الله. سبحان الله يعني اغلب الاوقات انه بقولها اي شغلة بتقتنع فيها، الا هالشغلة ما اقتنعت فيها خلص يعني ما يحب تطالع صوتها على القناة. ايام تقتنع بتقولي انه ايه ان شاء الله مع الايام، وبعدين وهيك وايام بتقولي انه بغجن ما خرج انه اطالع صوتي على القناة. فان شاء الله يعني هيك تقتنع قبل رمضان، تقتنع مني وتسلم عليكم. وهلا هون مثل ما انكم شايفين يا صبايا كتيت الزيت، بده يكون زيت ما مقلي فيه قبل وما بنقلى فيه بعد. هذا الزيت بضل بس للقطايف نحن هيك. بقى اذا انتو يعني بعد ما تقلوا القطايف تقلوا فيه غير شي ما بعرف، هلا بنقلى فيه يمكن لقم مشبك هيك شي، اما باقي الشغلات يمكن ما بتنقلى فيه. ايه والله مثل ما انكم شايفين بلشنا هيك نقليهم وما بنغمقهم كتير يعني نخلي لونهم حلو. وهون كمان عبقلكن يعني كان ضل صب اخر كم وحدة. قلتلها لأمي انه تعفلنا اياهن بدون حشوة الي ولاختي، بما انه منا من محبين القطايف كتير. بس عجينتن قلتلكن كتير نجحت وكتير كتير طلعت طيبة. وبرجع بقولكن يا صبايا رح اقابلكن كل المقادير ان شاء الله بصندوق الوصف، وانتم من هنيك خدوا الطريقة. اي والله لا هون بعد ما خلصتن قلي هيك وصفيتن بالزوارق مثل ما انكم شايفين، زورق لنا وزورق لبيت عمتي. كتير عجبون وقالولي كتير طيبات، ان شاء الله الف صحة وهنا على قلبن يا رب. وهلا هون مثل ما انكم شايفين
كانوا اللمسات الأخيرة. هلأ ما غطيناهم بالقطر، ليش يا صبايا؟ مشان ما يطروا. قلنا انه بنحط زبدية، واللي بحب انه قد ما بحب انه يحط قطر. كل مين حسب رغبته، عرفتوا. وبعدين هون زينتهم هيك بالفستق الحلبي. رشيت لهم شوية فستق، وعن جد صار شكلهم بشهي. قلت لها لأمي صاروا مثل اللوحة الفنية، كتير كتير طلعوا طيبات، وكمان شكلهم كتير كتير حلو يا صبايا. عن جد بنصحكم تجربوهم. أكلة كتير طيبة برمضان، ويعني أغلب الشعب السوري معتمدة برمضان هالأكلة الحلو. وعطوني رأيكم انتو، قولولي عجبوكم يا صبايا. أكيد رأيكم بهمني. وبس والله يا صبايا، لهون بكون وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم. إن شاء الله يكون عجبكم وحبيتوه. بتمنى من كل صبية عم تشوف الفيديو ما مشتركة عندي بالقناة تشترك وتفعل زر الجرس يوصلكم كل جديد قبل ما بنزله. وكمان ما تنسوني من لايكاتكم الحلوة، تعليقاتكم الحلوة. إن شاء الله بشوفكم على خير في فيديو جديد ويوم جديد.